ربيع المقاطرة هي إحدى قبائل محافظة بارق في جنوب المملكة العربية السعودية. تمتد بلادهم ما بين يبة وحلي، وهي رقعة تمتد لنحو 40 كيلو من الشمال إلى الجنوب. لهم نحو 70 قرية، ويبلغ عددهم نحو 10,000 نسمة تقريبا. ومن أعلامهم التابعي والفارس أبو الجوزاء الربعي. تقع منازل هذه القبيلة على ضفاف أودية بارق وسهول وسران، والملصة وقحف وصيفر ورشات من روافد حوض يبة، وعلى ضفاف أودية شيع والقضية والحويض، والمعطن من روافد حوض حلي. ويحدها من الشمال ثربان وحرب، ومن الشرق بارق وربيعة الطحاحين جنوبا، ومن الغرب بالعير. جاء عنها في دليل العرب لدائرة استخبارات وزارة البحرية البريطانية، وذلك في عام 1916. ربيعة المقاطرة هي قبيلة من الرحل على الفطرة، وعددها نحو 5,000 رجل. يمر طريق بارق القنفذة في وسط بلادهم لمسافة تقارب 20 ميلا بين قرى غار الهندي وجمعة ربيعة. يحدها من الشمال بنو شهر، ومن الشرق حميضة، ومن الجنوب ربيعة الطحاحين، ومن الغرب بالعير. قال السير كينيهان كورواليس، وذلك في عام 1916: ربيع المقاطرة قبيلة على الفطرة، ومعروفة قليلا كبدو يسكنون سلسلة جبال شرق القنفذة. هذا ويمر الطريق الرئيسي بارق القنفذة بوسط بلادهم بطول 20 ميلا. وقال هاري وهازارد، وذلك في عام 1956: ربيع المقاطرة قبيلة يبلغ تعدادها نحو 25,000 نسمة، وتقع في جنوب شرق القنفذة. اختلف المعاصرون في نسب ربيع المقاطرة، فنسبها محمود شاكر وغيره إلى الأزد، وزعم هاشم النعمي أنهم من حرب. ويقترن اسم ربيع المقاطرة باسم قبيلة أخرى هي ربيعة الطحاحين. أما في الوثائق التاريخية فعدت قبائل ربيعة ضمن قبائل بارق، وكانت ربيعة ضمن قبائل بارق في قتال الشريف الحسين بن علي سنة 1329 للهجرة في الحجايا من ربيعة وسهول من حميضة. المقاطرة موضع مشهور بوادي يبة من شرق جبل ثربان نسبوا إليه. وفي بلادهم نقوش سبائية كثيرة في أودية سمير وسران من روافد يبة. وتتألف ربيع المقاطرة من 9 عمائر، وهي قبائل صغيرة، وهذه العمائر مستقلة عن بعضها البعض، حيث لكل عمارة شيخ ووجهاء، ولكل شيخ حرية التصرف بجماعته، لكنهم في حالة أي اعتداء على أي منهم يقفون كلهم وقفة واحدة ضد المعتدي. والقبائل هي آل جبران وآل خضير وآل مناع وآل صقر وآل مشنية والصعاودة والدهاشرة وآل موسى وآل أحمد وآل حسان. تبلغ مساحة أرضهم نحو 1600 كيلومتر مربع. يقع نحو 3/4 في جبال تهامة الخصبة الممطرة. يتوزعون على 70 قرية جميعها صغيرة الحجم. وبالرغم من مساحة بلادهم الواسعة والوديان الهامة التي تتوسط أرضهم، لم يتجاوز عدد سكانها 7,000 نسمة، أي بمعدل 100 فرد للقرية الواحدة، وهم ينتمون إلى ربيع الأزديون. أهم هذه القرى جمعة ربيعة، وتعود أهمية الجمعة بالإضافة إلى كونها حاضرة القبيلة وسوق سكان المنطقة الأسبوعي، فهي مركز إداري تتبع محافظة بارق، والتي يرتبط بها سكان منطقة واسعة تصل إلى القوس غربا، وإلى سيالة جنوبا، وبارق شرقا، وإلى خميس حرب شمالا في الشؤون الإدارية والخدمية. وكانت عقدة مواصلات برية جيدة في زمن طريق القوافل، حيث كان لها أهمية كبيرة، لا سيما الطريق الداخلي الموصل بين ميناء القنفذة وبارق، وقد مر من ظهرها الطريق المزفلت، ويمكن الوصول منها إلى المناطق الجبلية عن طريق طرق حديثة. من الجدير بالذكر أنه يوجد قبائل وفخوذ معاصرة تسمى بربيعة، ولا يربط بينهم سوى تشابه الاسم. من أشهرها ربيعة من شمر منطي، ربيعة من بنو سليم، ربيعة من الحويطات، ربيعة من عسير. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.